الست المصرية ما كتبتش اسمها في التاريخ بالعلم والعمل وبس، لا دي كمان بالغنوة والنضال سطرت اسمها في صفحات التاريخ وسندت بلدها وقت الأزمة. ودي النماذج اللي معانا النهاردة. تعالوا نكمل نماذج الستات اللي سندت بلدها ورفعت اسمها قدام العالم كله. غنت فطربنا، ولما مصر وقعت شالتها بصوتها. هي دي الست أم كلثوم. اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، وليها عدة ألقاب زي ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق، صاحبة العصمة، شمس الأصيل، وغيرها من الألقاب. ولدت في محافظة الدقهلية عام 1898. والدها الشيخ إبراهيم كان إمام ومؤذن جامع في قرية صغيرة، وكان بيشتغل منشد في حفلات الجواز عشان يزود الدخل المادي لأسرته. كانت بتسمع والدها وهو بيعلم أخوها الكبير القصائد والتواشيح عشان يساعد والده في العمل الإضافي، ومع التكرار حفظت اللي كانت بتسمعه. وفي يوم كانت قاعدة بتقلد والدها من غير ما تقصد وهي بتلعب مع العروسة بتاعتها، وأول ما والدها سمع صوتها انبهر من قوة نبرتها وطلب منها إنها تنضم لدروس الإنشاد. انضمت فعلا معاهم وبدأت تحفظ، وحضرت معاهم أول حفل واللي أنشدت فيه قدام 15 فرد بس، وكان أجرها في الحفل ده هو طبق مهلبية. غنت والناس سقفت لها وانبهرت بيها جدا، وأخدت طبق المهلبية كأول أجر ليها. استمر والدها في مساندتها والبحث عن فرصة حقيقية ليها في مشوار طويل مليء بالمصاعب والمحاولات، لحد ما اتقابلت بالصدفة مع الشيخين زكريا أحمد وأبو العلا محمد. اتبنوها فنيا وساعدوها لحد ما استقرت هي وأسرتها في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني الحافل. الست أم كلثوم ما كانتش بس موهبة فنية فريدة، كمان كانت إنسانة عظيمة عاشقة لوطنها لأبعد حد، حتى إنه بعد نكسة يونيو أقامت أم كلثوم الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها، واتبرعت بأجرها كله للمجهود الحربي. حصلت على الكثير من الجوائز والأوسمة الرفيعة. توفيت في فبراير 1975 بعد صراع مع المرض، وتشيعت الجنازة بتاعتها من مسجد عمر مكرم. كانت جنازة مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم، حيث قدر عدد المشيعين ما بين 2 ل 4 مليون شخص. وأعلنت إذاعة الشرق الأوسط عن وفاتها، ووقف سيد مرعي رئيس مجلس الشعب دقيقة حداد على روحها، وأرسل الأمير عبد الله الفيصل هدية عبارة عن عدد لترات من ماء زمزم لمصر كواجب أخير. أم كلثوم حظيت ولا تزال تحظى بحب واحترام الجميع. رحم الله سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. لو أم كلثوم صوت مصر، كان في الست اللي احتضنت مصر وقت الشدة، ودي كانت الست صفية زغلول. هي صفية مصطفى فهمي باشا، ولدت عام 1878. كانت مشهورة بذكائها وثقافتها العالية. اتجوزت من سعد باشا زغلول، واللي وقت ما اتجوزها كان لسه محامي، ولما دخل المعترك السياسي ساعدته ووقفت جنبه، وكانت سبب رئيسي في تولي سعد زغلول ناظر المعارف اللي هو وزير المعارف في حكومة مصطفى فهمي باشا، ولذلك أطلق عليها المصريين صفية زغلول نسبة لجوزها سعد زغلول. بعد قرار نفي جوزها سعد زغلول من قبل الاحتلال البريطاني، قادت السيدة صفية صفوف النساء المتظاهرات ضد الاحتلال البريطاني واللي كان بينادي بالاستقلال، وكمان طلبت من المندوب السامي البريطاني الانضمام لزوجها في المنفى بتاعه في جزيرة سيشل، لكنه رفض. بس هي ما سكتتش، صعدت الأمر واستمرت في التظاهرات وقادت الحركة النسائية، واجتمعت بالمتظاهرين وألقت السكرتيرة الخاصة بها بيان عليهم. وكان نص البيان كالآتي: إن كانت السلطة الإنجليزية قد قامت باعتقال المناضل سعد زغلول وخشيت على نفسها من رصاص كلماته، فلقد جندت السيدة صفية زغلول قرينة الزعيم سعد زغلول نفسها أن تكون مكانه، وأشهدت الله والوطن على أن تكون أماً لكل المصريين. وقتها بقى هتف أحد المتظاهرين: تحيا أم المصريين. ومن الوقت ده والسيدة صفية زغلول أخذت لقب أم المصريين، ولأنها دايما كانت فاتحة بيتها لكل الناس ولعموم المصريين
فسموا بيتها وبيت سعد باشا زغلول بيت الأمة. استمرت في التظاهرات وتصعيد الأمر لحد ما ضغطت على الاحتلال الإنجليزي، ووافق المندوب السامي البريطاني إن هي تروح لجوزها في جزيرة سيشل في منفاه. واستمرت في قيادة الحركة النسائية، وكان ليها أثر كبير جدا في ظهور الشعارات في تلك الثورة. ونتيجة لقيادتها لهذا الحراك كان أول شهداء ثورة 1919 من النساء، وهي الشهيدة حميدة خليل، واللي استشهدت برصاص الإنجليز في 16 مارس 1919، وهو اليوم اللي يعتبر عيد المرأة المصرية تخليدا لذكراها ولتضحيات النساء. توفيت السيدة صفية زغلول عام 1946 بعد تاريخ حافل ومشرف من العمل والكفاح من أجل القضية الوطنية المصرية والاستقلال، ومن أجل تحرير المرأة. رحم الله السيدة العظيمة صفية زغلول. احنا شفنا مع بعض نماذج مختلفة من سيدات مصر العظيمات، بس الحقيقة إن دول جزء بسيط جدا من الواقع. مصر ولادة، ولما ندور هنلاقي الست العظيمة موجودة بينا دلوقتي، وفي كل زمان ومكان على أرض مصر هنلاقي نماذج مشرفة وقدوة لكل نساء العالم. بكده أقدر أقفل سلسلة حلقات الست المصرية، وأشوفكم الحلقة الجاية في موضوع جديد وحلقة جديدة. أتمناكم بخير. تحياتي للجميع.